911, what's your emergency? القضية ديال اليوم كتعتبر من أبشع الجرائم اللي عرفها تاريخ اليابان الحديث، وخدات بزاف ديال الاهتمام والنقاش على العنف ضد النساء والعدالة الجنائية. القضية تاع اليوم سميتها قضية جونكو فوروتا، اللي هي سمية تاع البطلة تاع القضية. جونكو فوروتا تلميذة يابانية عندها 17 عام، تعرضت للاختطاف والتعذيب لمدة 44 يوم في أواخر سنة 1988. هاد الجريمة البشعة وقعت في العاصمة ديال اليابان في طوكيو، اللي داروها 4 ديال الشباب اللي كان معظمهم من أعضاء عصابات الياكوزا. جونكو فوروتا تلميذة كانت كتقرا في ثانوية سميتها ميساتو، كاينة في محافظة سايتاما. كانت كتمتع جونكو فوروتا بالاهتمام كونها ذكية وزوينة ونشيطة، ولا عكس الزملاء ديالها ما كانش كتكمي وما كتشربش، فكانت في نظرهم مملة. وبالنسبة للأساتذة كانت هي ديك التلميذة النشيطة والمتفوقة والمثال تاع التلميذة المثابرة. كتبدا المعاناة تاع جونكو فاش واحد طالب سميتو هيروشي ميانو غادي يطلب من جونكو تدخل معاه في علاقة، ولكن جونكو رفضات حيت كانت عارفة انه هيروشي غير بغا يضيع وقته. ولكن واش كانت عارفة جونكو انه الرفض ديالها كان سبب في المعاناة وطريقة الموت الشنيعة اللي ماتت بها. كان معروف على هيروشي ميانو انه متنمر المدرسة، وانه شخص عنده علاقات قوية بعصابات الياكوزا. بالنسبة للناس اللي ما عارفينش اش هي عصابات الياكوزا، عصابات الياكوزا هما منظمات إجرامية يابانية خطيرة بزاف، اللي هي نوع من أنواع المافيا اليابانية المشهورة في اليابان. حيت كانوا الطلاب تاع الثانوية كلهم عارفين أنه هيروشي عنده علاقات قوية مع عصابات الياكوزا، فما كان حتى واحد كيتجرأ يدوي ولا يرفض أي طلب لهيروشي. فكيفاش جونكو رفضت بهذه السهولة، مع أنه الرفض كيتعتبر حق من حقوقها البسيطة؟ بسبب هذا الحق جونكو دمرت حياتها. تولدت جونكو في 18 يناير 1971 وعاشت مع والديها وخوتها بجوج، الكبير والصغير. كانت خدمة جونكو بدوام جزئي في مصنع تاع البلاستيك باش توفر الفلوس لرحلة التخرج اللي كانت كتخطط ليها، وخدمات في واحد المتجر تاع الالكترونيات حيت كانت مخططة باش تخدم من بعد التخرج، وكان الحلم تاع جونكو تولي ايدول. في 25 نوفمبر 1988 كانت راجعة جونكو للدار من بعد ما خرجت من الخدمة. كان هيروشي ميانو وشينجي ميناتو راكبين فوق الموتور وكيسرقوا النساء وكيتعداو عليهم، حتى شاف هيروشي جونكو وقرر باش ينفذ الخطة ديالو. استدرج هيروشي جونكو لواحد المستودع وبقى كيهدد فيها حيت هو عضو في الياكوزا، وقال ليها صوني لوالديك وقولي لهم انه غادي تمشي لعند صاحبتك باش تسافروا باش تبدلوا الجو، وتقول لوالديها انه ما بغاتش ازعاج باش ما يصونيوش ليها. كانت جونكو كتعتقد انه فاش غادي تلبي طلبهم غادي يخليوها تمشي، ولكن ما كانش عارفه انه غادي تكون الوفاة ديالها على يديهم. اختطفوا كل من الاخوين هيروشي وشينجي جونكو وداوها للدار حيت والديهم ما كاينينش في الدار. صافي بعد ايام تاع التعذيب جاو الابوين تاع شينجي وهيروشي للدار وشافوا جونكو. فاش سولوهم قالوا لهم انها غادي تبقى معاهم ايام وغادي تمشي. ما قدروا الابوين يديروا والو حيت خافوا من العصابه تاع الياكوزا. من بعد ايام تاع التعذيب، اي من بعد 44 يوم تاع جميع انواع التعذيب، جونكو ما بقاتش قادره تتحمل كميه التعذيب كامله اللي تعرضت ليها. من كتر التعذيب ولات فاش كتاكل كتقيا حيت المعده ديالها ما بقاتش كدير الوظيفه ديالها، حيت كانوا الاعضاء تاع العصابه كيعذبوها وكيعذبوا حتى الاعضاء الداخليه ديالها. من بين طرق التعذيب اللي تعرضت ليها جونكو الحرق وتكسير العظام والحرمان من الاكل والشرب لايام. اخر لحظات الموت تاع جونكو كان هيروشي ميانو كيستعمل جونكو على انها كيس ملاكمه وبقى كيضرب فيها حتى ماتت، وللاسف
نهار 4 يناير 1989 توفى جونكو بسبب الإصابات اللي تعرضت ليها من التعذيب المستمر. وأعضاء العصابة اللي هما هيروشي ميانو وجو أوغورا وشينجي ميناتو وياسوشي واتانابي تخلصوا من الجثة ديالها عن طريق لوها في مانطا، واختوى في حقيبة السفر كبيرة، واختوى في برميل معمر بالخرسانة اللي هي السمة بالدارجة ديالنا. في أوائل سنة 1989 شد هيروشي ميانو وجو أوغورا في الحبس بتهمة الاختطاف والاعتداء على امرأة عمرها 19 عام، ملي كانت الشرطة كتستجوب هيروشي وميانو. كان كيعتقد ان جو اوغورا اعترف بانهم عذبوا جونكو وقتلوها. 29 مارس لقاو البوليس الجثة تاع جونكو حدا واحد المستودع، وتم القبض على اعضاء العصابة كاملين. شدوا اعضاء العصابة ولكن الحكم اللي خرج عليهم كان مخفف بزاف. هادشي خلى انه يوقع جدل كبير في اليابان وحول العالم كله على النظام ديال العدالة الجنائية في اليابان، حيث ماشي عادل، وسبب بزاف ديال الانتقادات للطريقه اللي كيواجه بها القضاء الياباني الجرائم العنيفه، وخصوصا اللي كتكون ضد النساء. هاد القضيه ديال جونكو فوروتا كتبقى من ابشع الجرائم اللي عرفها تاريخ اليابان، وخدات بزاف ديال الاهتمام والنقاش على العنف ضد النساء والعداله الجنائيه. حتى لهنا كتكون سالات القضيه ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش ديروا لايك وتعطوني رايكم في القضيه تاع اليوم في التعاليق. باي باي، دمتم في امان الله.